السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ وصفتنا النهاردة وقبل ما اقول لكم وصفتنا هتكون عبارة عن ايه، صلوا على من انار الكون توحيدا وايمانا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل الخلق وعلى اهله وصحبه وسلم. عايزاكم طبعا تدعوا لابويا والاموات المسلمين بالرحمة والمغفرة، ربنا يرحمهم ويغفر لهم جميعا يا رب العالمين، ويربط على قلوبنا جميعا على فراق اغلى الغاليين يا رب. وصفتنا النهاردة هتكون عبارة عن ايه؟ طبعا انا بجيب فرختين او 3 على حسب الميزانية، يعني فرختين او 3 يقعدوا عندي شهر وممكن شهر وزيادة، يعني مش على قد طبعا الفراخ بس اللي بتكون عندي موجودة في الفريزر. طبعا في حاجات تانية، واحنا كلنا عارفين ان احنا بنجيب وجباتنا وبنقسمها عندنا بحيث ان هي تكون جاهزة، توفر علينا وقت ومجهود طول الشهر يعني. بعمل منهم بقى كام وصفة كده بيريحوني طول الأسبوع. بطلع منهم جاهز كده، أعمله سندوتشات للولاد أو بمكرونة، أو بعمل بيه حاجات تانية كتير يعني. زي ما شفتوا معايا كده صدرين عملت بهم ستريبس. الفيديو ده معايا على التليفون بقاله فترة، يعني هو مش بتاع الشهر ده. دولت كنت جايبة في المرة دي فرختين. هنا زي ما شفتوا معايا جبت صدرين من الفرخة، صدر فرخة يعني اللي هم عبارة عن قطعتين، عملتهم شرايح ستريبس زي ما شفتوا معايا كده. طبعا عملت لهم محلول النقعي بتاعهم اللي هو مية وملح وليمون بس، ما بحطش دقيق بقى ولا طماطم ولا العك اللي احنا بنشوفه ده، هو مية وملح وليمون بس، بيخليلك الحاجة فلة كده، فلة بتزهق معاكي كده من النظافة، مفيش اي ريحة زفارة فيها خالص. جبت معايا هنا بولة بقى، حطيت فيها 4 معالق من الدقيق كده حرامية، كوباية من الحليب. حطيت معايا هنا البهارات عبارة عن من كل نوع نص معلقة، توم باودر، بصل باودر، بابريكا، بهارات فراخ. طبعا نظبط الملح بتاعنا على حسب الرغبة، على حسب الكمية اللي بتبقى معانا. وعملت تكاية معايا حلوة هنا جدا، هتعجبكم، جربوها، مش هتعتمدوها على طول في وصفة الستريبس. بصراحة انا من ساعة ما عملتها وان شاء الله ما عدتش هبطل ان انا اعملها غير بالتتبيلة دي. حطيت كده معلقة صغيرة من صوص الباربيكيو، بصراحة عملت يعني ادت معايا تيست عالي جدا للستريبس، وبإذن الله هعتمد الوصفة دي واعتمد الصوص ده معايا في تتبيلة الستريبس. قلبت كده كل البهارات مع بعضها، ونزلت كده بالشرايح الستريبس، ورحت بقى ايه مقلباهم كده، خليت التتبيلة فوقها وتحتها، وغطيتها بقى ودخلتها فين؟ تلاجة. طبعا الافضل ان انت تسيبيها يوم كامل، يعني انا في اليوم ده عملتها من بالليل، تاني يوم الصبح بقى عملت له الكفر بتاعه وجهزته وحطيته في العلب ودخلته الفريزر. هتشوفوه معايا كل ده في الفيديو. جبت بقى الصدرين التانيين بتوع الفرخة التانية، فرمتهم كده كويس فرم ناعم في الكبة زي ما شفتوا معايا. تمام. جبت معايا حبايتين كده من البطاطس. الوصفة دي بقى ايه، تحفة جدا، تحفة تحفة تحفة، يعني حاجة كده خيال. طبعا البطاطس مش هتبان فيها وهتزود معاك، هتضاعف معاك الكمية. حطيت هنا الحبايتين البطاطس اللي انتوا شفتوهم، قطعتهم مكعبات كده وحطيت عليهم نص معلقة ملح، حطهم على النار لحد ما تتسلق معايا خالص، لحد ما اجي اهرسها كده معايا بالشوكة تكون معايا جوسي خالص. تمام. اصفيها طبعا من المية اللي عليها. هنا سبتها كده تتصفى من المية، نزلت المية اللي فيها كلها زي ما شفتوا معايا، وهبدأ ان انا اهرسها بالشوكة. لو مكملة معايا الفيديو لحد دلوقتي ولسه ما عملتيش اللايك الحلو بتاعك، بفكرك ما تنسيش تعملي اللايك واشتراك لو مش مشتركة عشان يوصلك كل جديد، ولو امكن طبعا تشير الفيديو مع اصحابك عشان تدعميني وتشجعيني اكتر واكتر ان انا انزلك بفيديوهات جديدة، وصفات جديدة. هرس البطاطس معايا كده بالشوكة زي ما انتوا شايفين، او بالهراسة بقى لو متاح عندك معلقة، اي حاجة. البطاطس طول ما هي مهروسة معاكي تمام وواخدة حقها في السوا، بتهرس معاكي بكل سهولة يعني. بعد ما هرستها وخليتها كلها
يعني زي عجينة ملساء كده زي ما شفتوا، مفيهاش اي تكتلات ولا اي كلاكيع. نزلت بالفراخ المفرومة بتاعتي، حطيت معلقة بهارات فراخ وتوم باودر وبصل باودر وفلفل اسود وملح حسب الرغبة طبعا. والتركاية الأحلى بقى اللي هي ايه، هحط كيس من خلطة البرجر. بجد تحفة قوي في الوصفة دي، جربيها مش هتندمي عليها والله العظيم فعلا. حطيت معايا معلقة من النشا عشان تكون معايا مقرمشة كده، ما تكونش معجنة. تمام، ومعلقتين من الدقيق. هبدأ ان انا اعجن المكونات دي كلها معايا بالشوكة كده عشان ما تلغوصيش ايدك يعني. هدمج كل المكونات مع بعضها دمج جامد. تمام. بعد ما وصلت العجينة بتاعتي كده، المكونات بتاعتي دمجتها كلها مع بعضها، جبت صينية زي ما انتوا شايفينها كده، تكون ايه، لها قوايم عالية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. حطيت فيها كيس تلاجة كده، وعلى كيس التلاجة معلقة من الزيت كده صغيرة، ابدأ اوزعها على الكيس وانزل بالفراخ بتاعتي المفرومة، وابدأ ان انا افردها في الصينية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ابدأ ان انا اسوي الاطراف كلها تكون متساوية، يعني في الجنب ده زي الجنب ده، ما تكونش حتة واطية وحتة عالية. تمام كده. ابدأ اجيب معايا مسطرة كده وابدأ اعلم، ابدأ اقطعيها بقى بالحجم اللي انت عايزاه، بس افضل بمسطرة عشان يكون الاحجام كلها يعني ايه، متساوية، ما يكونش صباع كبير صباع صغير. فاهمين ازاي؟ هنا بقى ايه، ببدأ اعلم كده بالسكينة، يعني مش بقطع تقطيع كامل، يعني انا بعملها التحديدة كده عشان طبعا هندخلها معانا الفريزر، ما تكونش ايه، مش هنعرف نخرطها ولا هنعرف نقسمها بعد ما تتجمد. عملتها كده بالشكل اللي انتوا شفتوها، ورحت مدخلها الفريزر بقى لتاني يوم. هنا بقى كنا تاني يوم، هو يفضل ان انت تسيبيها ايه اقل حاجة يعني 4 ساعات او 3 ساعات، بس انا سبتها بقى لتاني يوم عشان ان انا اعمل ايه كفر بتاع الستريبس معاه، لان ده وده كنت عاملاهم في يوم واحد. هنا بقى اعمل الكفر، جبت معايا حوالي كمية الدقيق اللي انا احتاجتها يعني حسب الكمية اللي معايا. حطيت معلقتين من النشا، ونزلت بالبهارات اللي انا حطيتها في التتبيلة بتاعت الستريبس: توم باودر، بصل باودر، بابريكا، بهارات فراخ، الملح طبعا حطيت نص معلقة صغيرة طبعا، عشان تظبط الكفر ما يكونش عادم معانا. وحطيت معايا بقى، جبت فيجيتار سايب عادي مش حار. تمام، الفيجيتار السايب بيكون فيه نسبة ملح برضو، بتعملي حساب النقطة دي عشان الكفر بتاعك ما يكونش مالح قوي. تمام كده. هبدأ اخد بقى ايه الستريبس بتاعي كده من الخلطة بتاعتي، وانزل بيه في الخلطة بتاعت الكفر اللي هو الدقيق بالفيجيتار بالبهارات. تمام. وابدأ ان انا ايه، اضغط عليه كده ان انا ايه، اخلي عليه طبقة الكفر بتاعته تكون سميكة، بس ما يكونش سميكة قوي. طبعا هكرر ال- الخلطة دي مرتين. يعني انا جبته من التتبيلة بتاعته، نزلت بيه في الفيجيتار بخليط الدقيق، وهرجع تاني احطه في الصوص ده، بدل ما اجيب مية بقى ساقعة واجيب واكتر في الاطباق وكده. لا، انا هنزل بيه في المية في الصوص بتاعه نفسه، اللي هو الصوص ده كان عبارة عن ايه، عن لبن وبهارات ودقيق ونشا. يعني نسبة النشا اللي انا حطاها برضو في التتبيلة هتدي معايا قرمشة للكفر، وحاجة حلوة جدا. هنا خدته طبعا زي ما شفتوا معايا من خليط الفيجيتار، رجعت بيه في الصوص تاني. تمام. وهرجع ان انا احط تاني في الفيجيتار، واعمل الكفر كده عشان الكفر يكون معايا حلو. تمام. لو طبعا ممكن تستكفي بمرة واحدة اللي احنا شلناه من الصوص، نزلنا بيه في الفيجيتار بس، ادينا له كفر حلو كده في الفيجيتار، ونروح رصينه بقى في العلبة بتاعتنا.
حابة تكبري الكفر بتاعه اعمليها مرتين زي ما عملتها كده. تمام. هبدأ احطه بقى في العلب بتاعتي، وما بين كل طبقة والتانية بحط كيس تلاجة كده. طبعا انا نشلت معايا كده قطع الستريبس اللي كانت في الصوص، نقلتها في طبق خارجي علشان اسيب الصوص انزل بيه وارجع بيه تاني في خليط الفيجيتار زي ما انتوا شايفين كده. تمام. ده بدل ما انا اعمل ايه، بدل ما اجيب مية تاني ساقعة في طبق تاني علشان اعمل بيه الكفر، لا، انا هستخدم التتبيلة بتاعته في الكفر بتاعه عشان يكون معايا الطعم جبار كده زي ما بنقول وزي ما بندوق من بره، زي ما بناكله من بره. تمام كده. كرر الموضوع ده كله، كرر الحاجة دي لحد ما اخلص معايا الكمية اللي معايا كلها. هنا كنت خلصت الكمية بتاعتي كلها بنفس الطريقة. طبعا زي ما انتوا شايفين كده، انتوا شايفينه ده من صدرين، من صدر فرخة واحد. تمام. بقفل بقى العلب بتاعتي وبحطها في الفريزر. دي كده بتكون جاهزة معايا. تعمليها سندوتشات بدل الشاورما، العيش اللي هو عيش الشاورما، عيش ابيض، عيش فينو، اي حاجة بتكون معاكي جاهزة. تعمليها للولاد بمكرونة، بصراحة بتسهل عليا كتير جدا. بعد ما خلصتها بقى ودخلتها في الفريزر كانت جاهزة معايا. طلعت معايا بقى الصينية بتاعة النجست ده، اسمه نجست. تمام. هبدأ امشي بقى على الخطوط اللي انا عملتها عشان اقطعه مكعبات زي ما انتوا شفتوا كده. طبعا انا هنا بوريكم ان الاحجام معايا متساوية بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. تعالوا بقى نجهز الكفر بتاع النجست بتاعنا. دي كده جبتها من عند العطار، الخلطة الكريسبي. ممكن تستبدليه بفيجيتار مطحون، معلش اسفة، ببقسماط مطحون، بس بتكون احلى بالخلطة الكريسبي دي ومتوفرة عند اي عطار. طبعا هي بتكون جاية مجروشة شوية، خشنة شوية، وبتطحنيها في الكبة بكل سهولة، بتنعميها شوية يعني. ضفت عليها بقى الاضافات بتاعتي اللي انتوا شفتوها، اللي هو الفيجيتار السايب اللي احنا مستخدمينه برضو في النجست، اسفة، في الستريبس، وفلفل اسود بقى على ملح، وايه تاني، وبهارات فراخ. قلبت الخلطة بتاعتي كده على الكفر بتاعي على بعضه، قلبته ببعضه كده. وبعدين هاخد بقى المكعب النجست بتاعي كده، انزل بيه في التتبيلة بتاعة الستريبس. شفتوا انا استخدمت التتبيلة بتاعة الستريبس في نفس الكفر بتاع النجست، معملتلهاش محلول تاني ولا صوص تاني علشان ان انا اعمل بيه الكفر، لا لا، هو نفس الصوص. هاخد كده المكعب انزل بيه في الصوص بتاع التتبيلة بتاعة الستريبس، واروح نازلة في الخلطة بتاعتي اللي هو الخلطة الكريسبي، على الفيجيتار، على البهارات اللي احنا حطيناها مع بعض. تمام كده. هبدأ ان انا اعملها كده بالراحة، واحدة واحدة. هي طبعا بتبقى مجمدة، فبتنزلي بيها في الصوص فبتبدأ تفك معاكي، فخديها على الهادي كده واحدة واحدة، وتعملي بيها الكفر كده. يعني خلي الكفر يكون عليها كويس، استخدميها مرة واحدة بس، نزليها في الصوص مرة واحدة بس عشان ما تفكش معاكي. تمام. هنا كده كنت خلصت الكمية زي ما شفتوا معايا، حطيتها كده في الأطباق بتاعتي زي ما شفتوا كده. اطباق فل بقى، اطباق تلاجة، اي اطباق متوفرة عندك نظمي بيها تلاجتك. طبعا عملت معايا الكمية دي زي ما انتوا شايفين. كلنا طبعا عارفين لانش بوكس بتاع ميكس التيلة ده عمقه قد ايه. شايفين هو خد معايا قد ايه، ملا معايا اللانش بوكس كله. طبعا اللانش بوكس ده عميق جدا، خد معايا الكمية دي كلها، والاطباق الفل اللي انتوا شفتوها. تمام. هنا بقى كنت حطيته في الفريزر شوية. آه انا طبعا عايزة اوريكم من جوه عاملة ازاي. حطيته في الفريزر، طبعا ده بيكون جاهز معايا في اي وقت احب استخدمه، بس انا حبيت هنا ان انا اوريكم شكله من جوه بيكون عامل ازاي.
جبت الحلة بقى كده، حطيت فيها كمية زيت غزير زي ما انتوا شايفين، وهنزل بقى بمكعبات النجست بتاعتي. زي ما قلت لكم طبعا انا دخلته الفريزر الاول، قعد حوالي 3 ساعات، وبعدين قلت اطلعه اقلي معاكم عشان تشوفوه معايا يعني وكده. تمام. طبعا هنا كانت اتحرقت مني شوية، خدت لون ذهبي قوي يعني، بس مش مشكلة، ما كانتش مش مقصرة فيه يعني. ودي كانت شكلها من جوه بصراحة طعمها جميل جدا، والبطاطس مش باينة فيها خالص خالص، والبهارات معاها متوازنة في الطعم، طعم معاكي طالع تحفة. طبعا نجست ستريبس لا غنى عنه في اللانش بوكس بتاع الولاد طبعا في المدرسة، طبعا كلنا أمهات وعارفين. بكده الفيديو بتاعنا يكون انتهى، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير، مع السلامة.